الدنيا قايمة ومش قاعدة من امبارح على المدرس بتاع الجيولوجيا اللي اسمه ماجد، لأنه جاب 4000 طالب وأجر لهم الصالة بتاعة حسن مصطفى للألعاب الرياضية. لكن أنا جاي أتكلم كلمتين أبرك من 10. بعد ما الطلبة مشوا قبضوا عليه وطلع من سرايا النيابة، لأن فعلا هو لا تاجر مخدرات، ولا هو ضرب واحد من معجبينه من الطلاب حاول يتصور معاه بالقلم، ولا هو بيتاجر في الأسلحة، ولا هو بيدي معلومات فاسدة. لكن ارجع اقول لكم انا مش بدافع على مبدأ السناتر والدروس الخصوصية، لكن انا جاي اتكلم بمنطقية. هو ده اخر واحد بيعمل دروس خصوصية؟ هو ده السنتر الوحيد اللي في الدنيا؟ طب ما تحلوا القضية. انتوا ليه ماسكين في ديل القضية وعمالين تحاولوا كل سنة تعملوها ان هي دي القضية وناسين القضية عندكم انتوا؟ واحد زي ده بدل ما تحبسوه ولا تحاولوا تضايقوه، لا ده انا اعمل لجنه من وزاره التربيه والتعليم واجيبه واشوف الراجل ده مميز ازاي عن بقيه المدرسين، بيوصل المعلومه بسهوله ازاي. هو ربنا اداله ملكه واداله قدره على التعليم، يبقى استفيد منه بدل ما اقعد كل شويه اقول الحقوا الدروس الخصوصيه. مين اللي عمل الدروس الخصوصيه؟ وزاره التربيه والتعليم. ولان اي فراغ لازم له من ملء، افهمكوا ازاي. انا عارف ان الكلمتين دول مجعلصين. انت لو جبت كوبايه وفيها هوا ومليتها ميه والميه ابتدت تكبر، هتاخد حيز اكبر وهتطلع الهواء. اذا الفراغ الاستراتيجي اللي انت خلقته كوزاره تربيه وتعليم هو اللي ادى ان لما يبقى في واحد زي ده وبيعرف يوصل المعلومه في السليم هو اللي يملى المكان. مش معنى ان انا اتخرجت من كليه التربيه وان انا جبت تقدير وان انا حفظت الماده وبقيت مدرس يبقى اي مدرس زي اي مدرس. التربيه والتعليم من الحاجات اللي محتاجه مهارات خاصه. انت بقى عملت ايه كوزاره؟ ما هي دي القضيه يا جماعه. احنا كل سنه هنرجع نقول المدرس الطماع. يا سيدي انا مش بشجع الدروس الخصوصيه، بس ما هو بني ادم. اي بني ادم بيلاقي عنده قدرات او مهارات تخليه يكسب شويتين مش هيقعد يتفرج على الدنيا وهي ماشيه حواليه. ما هو بني ادم عنده لحمه وفراخ وعنده عيال بتروح مدارس وعايز يركب عربيه وعنده طموحات. الغلطة عندك. انت اللي غلطان، انت اللي غلطان، انت اللي غلطان، لانك ما عملتش من ماجد ده 1000 ماجد. انا واحد من الناس كان عندي 2 في ثانوية عامة سنتين ورا بعض طلع عيني، وعارف يعني ايه احساس الاب والام اللي بيشيلوا من قوتهم عشان يوفروا للدروس. لكن ارجع اقول خلينا منطقيين. بدل ما انتوا سايبين ولادنا في ثانويه عامه ما لهمش لا حضور ولا انصراف، ولا المدرسين اساسا ليهم نفس في المدرسه يدرسوا، لا بتديله فلوس عشان يقدر يدرس، ولا انت موفر له ادوات تعليميه، ولا علمته يعني ايه يبقى عنده قدره تعليميه. ربنا يلطف بيا وبيكم وبكل ولادنا في ثانويه عامه وينجحهم ويعدي الايام دي على خير، ويلطف في الاول وفي الاخر بكل اولياء الامور اللي طالع عينيهم عشان نفسهم يفرحوا بولادهم. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.